اوكي اسمعني، حاسبي اخترع لك سماعة بدون عطلات، مو بس شكل، بدون مشاكل، وبنفس الوقت تخدمك خدمية تكون لمدة سنين، مو بس سنة واحدة وتذبها بالكنتور. فهذه هي المراجعة الصريحة للفري كليب والفري بودز 6 اي من هواوي. مباشرة على الهواوي الفري كليب. أمانة هواوي أبدعت بكل لمسة صارت من ناحية الشكل على هاي السماعات، بداية حتى من تصميم مختلف للكيس، بحيث اللون يكون قريب جدا على التيتانيوم بلاك رغم الماتيريال يكون مو تيتانيوم لا بلاستيك، انتقالا إلى التصميم الجريء اللي كل جريء بالنسبة للبودز أو الكليبس أو تريد تسميها السماعات الرئيسية. والله بدون مبالغة، وين ما راح تطلعون، وين ما راح تدخلون، وين ما راح تطبون، راح يسألوكم شنو هاي السماعة، وإذا ما سألوكم راح تلقوهم هيك. باختصار شكل السماعة لا يعلى عليه أبدا. هسه مثلا أنا كمستخدم أريد تفضيلاتي الشخصية اللي هي السماعة شلونها باللبس. شوفوا، يمكن أخف سماعة لابسها بحياتي، والسماعة تجي بوزن 5.6 غرام، حرفيا لا شيء، يعني باختصار تحرك بيها حتكون جدا ممتازة وما عليها أي غبار. هواوي هنا لعبت ميزة كلش حلوة اللي هي البودز او الكليبس اللي موجوده اثنيناتهم، تقدر تستخدمهن بالاذنين مباشره بدون سالفه السماعات اليمنى للاذن اليمنى والسماعات اليسرى للاذن اليسرى، لان باختصار تقدر تستعملهن لاي اذن انت تحب. نجي الوحده من اهم التفضيلات الشخصيه اللي الواحد يركز عليها لما ياخذ بود لو سماعه، وهي الشحن مثل ما قالوا فعليا طول وياي 36 ساعة، بس خلي ببالك هاي ويا الكيس. اما اذا بدنا نقصد الكليبس او السماعات نفسيتها ففعليا راح اطول وياك من 7 إلى 8 ساعات حتمشي وياك استخدام فعلي. 7 إلى 8 ساعات انا اشوفه كلش مناسبة للجيم، للطلعات، للسفر. اكو شغلة ضرورية لازم تعرفوها، شحن اللاسلكي اللي موجود داخل الكيس ميزة كلش حلوة انضافت لهاي السماعة. طبعا اضافت المنفذ تايب سي اللي اوريدي راح يجيك داخل الكيس. طبعا يعني شلون تشحنها اذا ما يجيك مباشرة. الاهم شيء واللي هي تجربة الاستخدام التقني. شوفوا اكو نظام البنت عليه السماعة، وهذا النظام اسمه اوبن اير لوب، او مثل ما تسميه هواوي اللي هو الاوبن اكوستيك ديزاين. انا متفهم جدا طبيعة هذا النظام لما سويته هواوي، خلت فكرة كلش مهمة لما الواحد يستخدمها، واللي هو نعمة السمع ما راح تتأدى عندك على المدى البعيد، عكس تماما ويا السماعات اللي تاخذ الاي ان سي واللي هو الكلوز اير لوب اللي هو تماما نظام مختلف او عكسي تماما. باختصار هذا النظام هو نفس نظام هاي السماعه اللي راح نجيها بعدين، واللي يكون يدعم الاي ان سي الجيل الثالث، خاصه بمساعده الاي اي الجديد. فالترددات اللي راح تكون خارج نطاق السماعه راح تنعكس وعكس التردد تماما، بحيث يعزل لك الضجيج بنسبة تقريبا 98 إلى 99%. فعندنا هنا طرفين، طرف يريد يحافظ لك على نعمة السمع لأطول فترة ممكنة، واللي يحب يعني ما يكون بي اي ان سي للسماعة، واللي هو الاوبن اير لوب جماعته، واللي هو الثاني الكلوز اير لوب واللي يكون جماعه الاي ان سي والنويز كانسليشن ودول السوالف. فهي بالاخير مشكله تفضيلات شخصيه. انا تعودت يعني من خلال تجربتي ويا السماعات، اغلب السماعات فيها نويز كانسليشن فتعودت عليها. زين هسه ناخذ اداء الدرايفر الصوتي شلون كان وياي. درايفر بكل صراحه لا يعلى عليه ابدا، نقي واضح، البيس الميدز التربل كلش حلوات، بس بحكم نظام اللوب مال الدرايفر واللي راح يقلل البيس، طبعا يقللها بنسبه بحيث تكون مو مثل البقيه. شوفوا دام هواوي ما راح يقصرون من ناحيه الدرايفر الى البالانس للوضوح والتردد والتوزيع وغيرها من المصطلحات السرسريه اللي هواوي مشتغلين بها خوش شغل. اخذها مني لما نشوف هيك سماعات من هواوي بهيك فئه سعريه، فمن الضروري ان هواوي تحط لك احسن درايفر واداء صوتي ممتاز. فمن ناحيه الصوت ابدا ما قصر. زين عندك مقاومة ماء بمعيار الاي بي 54 واللي راح تكون باختصار مقاومة لرذاذ الماء. اهل الجيم اهل الكارديو هالمعيار راح يفيدهم، بس انتبه الاي بي 54 على الكليبس بس، يعني هذا المعيار ما راح تحصله على الكيس نفسيته. اخويا مقصر شاطر وذب لي الكيس لرذاذ الماء لانه حيودع هو ورذاذ الماء. بذكر الكيس اخوان، ربط الجهاز رهيب لأبعد درجة، عادي جدا تكون رابط على اكثر من جهاز، والمهم تسمع من كل واحد بشكل منفصل. حركة كلش حلوة ورهيبة تختصر لك هواي وقت صدقا. يعني انا اليوم كنت رابطها على البي سي وبنفس الوقت رابطها على التاب، واي ميديا تشتغل على واحد من عندهن سماعات مباشرة راح تشغل لي. لا تنسون تطبيق المعيشة الذكي من هواوي اللي من خلاله تقدرون تضبطون كل اعدادات السماعة من ناحية الصوت، التحكم، الربط والاشعارات وكل شيء يخص الصوتيات بالمجمل. بكل امانة هاي كانت تجربتي الحقيقية للفري كليب. زين انا احتاج منكم شغلة هسه، هل راح تفيد هواي ناس؟ هل تعتقدون انه هاي الفري كليب سماعات من هواوي راح تفيد هواي ناس؟ احتاج اعرف رايكم من صدق يعني. ونهاية بالهواوي الفري بودز
ال6i اللي راح تجي من الفئة دون المتوسطة بسعر 89,000 دينار، وأكيد بداية ويا الشكل. الكيس راح يكون بشكل بيضاوي، وواحدة من أحلى الكيسات، يعني مو باعتبارها هي جاية بلون بنفسجي، ظل هو بلاستيك على حال بقية الكيسات مال سماعات، بس مشتغلين شغل خرافي، بحيث التكستشر مالته مختلف تماما عن الفري كليب. أكيد الملمس ناعم، اللون بي جلوينج بس فشي كلش رهيب. مباشرة للسماعات الرئيسية والورقة الرابحة من هواوي، الشكل الثابت واللي إلى أصولية ولمسة من هواوي. واحدة من أهم المميزات اللي تجي بهاي السماعة اللي هو ال ANC Gen 3، واللي هو العزل بواسطة الذكاء الاصطناعي، بحيث شغله رهيب إلى درجة كارثية. إذا ما كان العزل 97 أو 98 أو حتى 99%، حرفيا شوك ونويز داير ما دايرك ما تحس بيه. خلي بالكم الشحن هنا هو بس تايب سي بدون اي شحن لاسلكي. ذكر الشحن، قدرة البطارية هنا 35 ساعة بدون ANC، بس ويا ال ANC راح توصل 20 ساعة. خلوا بالكم فكرة الإيماءات هنا اكو فرق شاسع بينها وبين الفري كليب، بحيث هنا الإيماءات هواية، وهذا الكتالوج اللي راح يبين لك الفرق بين ايماءات الفري كليب والفري بودز. طبعا لازم نذكر معيار المقاومه اللي هو الاي بي 54، واللي هو نفسه تماما بالفري كليب. سالفه التطبيق مالته نفسيته على نفس التطبيق المعيشه الذكي، تقدر تربطها وتتحكم بكامل خصائصها، بس الاختلاف الجذري اللي هو اكيدا الاي ان سي مود والتصميم. اوكي، نجي النقطه الاخيره انا خليتها بالنهايه على مود تفهمون شنو السالفه، وهي المايكات. المايكات بالسماعتين اثنيناتن كانن من جيد للجيد جدا، بس بكل امانه الفري كليب احسن بمراحل من الفري بودز. بالاخير هي المايكات تفضيلات شخصيه، فاكو واحد يهتم للمايك واكو واحد لا. انا من النوع اللي انا اعطيني سماعتي اريد اسمع فيها، علي بالمايك. والى نهايه هذا الفيديو اصدقائي، كانت جولة كلش حلوة وهذين السماعتين الحلوات من هواوي، ونبقى نقول شنو نصائحكم وتعليقاتكم همتين على السماعات. وشغلة كلش مهمة أخيرة قبل لا أروح، واحدة من ذن السماعات باختيار الفائز راح تكون لكم، وهاي هدية تعتبر وليست مسابقة. فاللي أريده منكم شنو رأيكم بالسماعة، والسحب أكيد حيكون عشوائي. ونشوفكم إن شاء الله بخير. دمتم في أمان الله ورعايته. في أمان الله أصدقائي.